السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن بداية واختراع لعبة الشطرنج، واللي على حسب الرواية الهندية واللي قالوا ان اللي اخترع اللعبة دي هو الوزير سيسا اللي كان شغال عند الملك شرهام. فقرر سيسا انه يعمل لعبة يسلي بيها الملك، فعمل اللعبة دي اللي هي الشطرنج. فالملك عجبته اللعبة وقرر انه يدي سيسا مكافأة، فرد سيسا وقال له انا عايزك تحط لي في المربع الاول حبة رز واحدة وتضاعفها في المربع الثاني، واللي في المربع الثاني تضاعفه وتحطه في المربع الثالث، وهكذا لحد المربع ال 64. لكن الملك شرهام استهزأ من الطلب بتاعه وطلب من خادم من الخدام اللي عنده انه ينفذ الطلب بتاعه. رجع الخادم بعد فتره ووقف قدام الملك وقال له ان مخزون الرز اللي في الهند كله مش هيكفي الطلب بتاع الوزير سيسا. فاستغرب الملك وقال له ازاي؟ فرد الوزير وقال له لما تضاعف حبه الرز اللي موجوده في المربع الاول وتحطها في المربع الثاني، وبعدين تضاعف كميه الرز اللي موجوده في المربع الثاني وتحطها في المربع الثالث، ولحد ما توصل للمربع ال 64 في ترابيزه الشطرنج، هيكون كميه الرز اللي موجوده في الهند كلها مش هتكفي الطلب بتاع الوزير. فالملك ضحك وعجبته دماغ الوزير سيسا، وده بيدل على ذكاء مخترع اللعبه. لحد دلوقتي مفيش حاجه غريبه في الموضوع، لكن الغريب حصل سنه 1967. كانت واحده من اهم مباريات الشطرنج، كانت ما بين روبوت وغاري كاسباروف. كاسباروف واحد من اعظم لاعبي الشطرنج في العالم. سنه 1978 كان اصغر واحد يوصل لبطوله الاتحاد السوفيتي في الشطرنج، كان عمره وقتها حوالي 15 سنه. لما قرروا يعملوا مسابقه مع روبوت اللي طوله 2 متر ويقدر يعمل 200 مليون عمليه حسابيه في الثانيه، فده مش سهل. فاستعد كاسباروف للماتش اللي من شركه IBM اللي اسمه ديب بلو، اللي وزنه 2 طن وبيلاعب شخص وزنه لا يتعدى ال 100 كيلو. لكن كاسباروف كان مطمن شويه لانه لاعب روبوت برضه من شركه IBM وقدر يغلبه بسهوله. لكن دلوقتي المبرمجين قدروا يطوروا من الاخطاء اللي كانت في الروبوت القديم وعملوها في الروبوت الجديد. حان وقت المباراه ويدق جرس بدايه المسابقه، ويقدر كاسباروف ان هو يكسب اول جوله بكل سهوله، وحس ان هو فهم الكمبيوتر. فبدأ كاسباروف انه يحط الطعم للروبوت، لكن في اخر لحظه يتراجع الروبوت عن الحركه اللي كان هيعملها. فاتصدم كاسباروف من اللي حصل، لان مفيش حد يقدر يعمل الحركه دي غير حد عاقل. فبدأ كاسباروف انه يحس ان هو بيلاعب شخص عادي مش روبوت. وفي النهايه قدر كاسباروف انه يتعادل في 3 ماتشات، وفي الجوله الاخيره يخسر. فاتقلبت الدنيا وقتها على اللي حصل، ازاي روبوت يقدر يكسب انسان، وده فعلا هيأثر على الناس في المستقبل ولا لا. وجه المستقبل اللي هو وقتنا ده، وقدرت فعلا الروبوتات ان هي تتغلب على وظائف اكتر. اقرب مثال هو شات جي بي تي، اللي تقدر تكتب له اي حاجه يجاوب لك عليها، تكتب له مساله حسابيه يحلها لك، تطلب منه رسمه هندسيه يجيبها لك، اي حاجه تعوز انك تطلبها منه هيعملها لك. فانت تتوقع ان حاجه زي دي ممكن تتغلب على الوظائف في المستقبل ولا لا؟ ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. سلام.